اللي انت هتسمعه ده قصة حقيقية. شايف الراجل اللي قدامك ده؟ خليني اقولك ان الجن كان بيترعب منه، والراجل ده هو المداح الحقيقي. قصة المداح الحقيقية بتبدأ انه يقال ان الجن المسلم كان بيقعد يسمع منه ويتعلم منه من قوته وفصاحته واتقانه للدين، وان الجن الكافر مجرد ما بيسمع اسمه بيترعب منه. اهلا بيكم في حلقة استثنائية مع الشيخ ابن الباز. احنا هنسمع قصة عقلك مش هيستوعبها. يعني ايه جن يتشكل على هيئة بشر عشان يحضر مكان ويسمع من شيخ ويتعلم منه؟ ان شاء الله الفيديو هيبقى ممتع، بس اوعى تنسى السبسكرايب وتفعيل زر الجرس وتدعمني عشان انزل لكم حاجات احسن. في سنة 1960 في قرية صغيرة جدا في السعودية، في يوم من الايام كانت الساعة 1 بالليل، يصحوا اهالي القرية على صوت عالي جدا جدا لبنت بتصرخ بصوت عالي. فطلعت اهالي القرية بتجري عايزة تعرف الصوت ده جاي منين. فعرفوا ان الصوت جاي من بيت بتاع شيخ اسمه الحاج محمد. فجريت اهل القرية على بيت الحاج محمد وخبطوا عليه، فتح لهم وقال لهم الحقوني، بنتي زينب مرمية على الارض بقالها ساعة وعمالة تتشنج وتصرخ وانا مش عارف مالها. لما الاهالي دخلوا بصوا على زينب اتأكدوا ان البنت دي لمسها جن، لانهم لاحظوا ان البنت بتتشنج بشكل غريب جدا، وهي بتتكلم وكمان بتتكلم بصوت مش صوتها، وعمالة تقول كلام غريب جدا. بس اغرب حاجة ان هي عمالة تشاور على مكان معين، زاوية معينة، وتقول خرجوه من هنا خرجوه من هنا، بس مش هي الصوت الغريب اللي جواها.